وقتها شاف شاب اسمه تشاد اللي بيكون جارهم الجديد. وقتها جاستون بيعرف ان تشاد طالب معاه في المدرسه اللي موجود فيها، وتعرفوا على بعض اكتر وتوعدوا انهم هيكملوا كلامهم في المدرسه. بعد كده جاستون بيرجع البيت ويبدا يرتب الحاجات مع امه واخته. بعد شويه واحده جارتهم بترن جرس الباب وكان اسمها كارتوني، وراحت عندهم عشان ترحب بيهم. وقتها نيكول بتتعرف عليها وطلبت منها انها تدخل البيت عشان تعرف اولادها بيها اللي بيسلموا عليها ويرحبوا بيها. بعد كده دار حديث ما بينهم طويل. وقتها كارتوني بتعرض على جاستون انه يشتغل معاها، وساعتها جاستون بيرفض يقول لها افكر في الموضوع لان عاوز يخلي باله من المدرسه بتاعته ودروسه. بعد كده كارتوني بتسيبهم وتمشي، لكن نيكول بتروح توصلها. وقتها نيكول فضلت تبكي وتنهار قدامها وبتعرفها ان جوزها مات من سنه وحمل الاولاد كبير عليها جدا، وعرفتها انها بتحس بالوحده والاكتئاب. ساعتها كارتوني بتقرب ليها وتحضنها وعرفتها انها تكون اختها وصاحبتها وهتعوضها عن الوحده اللي هي فيها. وبالليل بنشوف جارهم تشاد وهو قاعد في البيت لوحده. ساعتها بيسمع صوت جاي من خارج البيت وبالتحديد عند حمام السباحه. ساعتها بيخرج عشان يطمن في ايه وايه اللي بيحصل. فجاه بيجي شخص مقنع ويضربه من الخلف ويهجم عليه بكل قوته لحد ما وجعه في حمام السباحه. ساعتها تشاد كان بيحاول ينقذ نفسه عشان يخرج، لكن للاسف الشخص المقنع بيروح عنده ويخلص عليه ويغرقه في الميه. تاني يوم الصبح جاسون كان بيفطر مع امه واخته وعرف بخبر وفاه تشاد من التلفزيون، وكمان بيعرف ان حصلت له حادثه ومات في حمام السباحه. وقتها جاسون بيزعل عليه جدا عشان لسه كان معاه امبارح. بعد كده نيكول بتاخد اولادها وتوديهم المدرسه، وجاسون قدر يتعرف على شاب اسمه دانيال ويتصاحب عليه. بعد شويه في حصه الرياضه بتروح بنت جميله اسمها كلارا وقربت من جاسون وتعرفت عليه، وكان باين عليها انها معجبه بيه جدا وهو كمان كان معجب بيها. بعد كده بيعزمها عشان يخرجوا مع بعض وكلار بتقبل العزومه. بعد كده وهو قاعد لوحده بيفتح المحفظه عشان يعرف هو معاه فلوس قد ايه. وقتها بيتفاجئ ان المحفظه فاضيه وما فيهاش اي حاجه. ساعتها بيقرر انه يروح عند جارته كاترين ويقبل الشغل بتاعها عشان يبقى معاه فلوس ويعرف يخرج مع حبيبته ويعرف يصرف عليها. وفعلا بعد المدرسه بيروح لبيت كاترين اللي بترحب بيه جدا. وقتها بيسالها عن عرض الشغل الموجود. قالت الوظيفه لسه موجوده يا عينيا وانت عليك تؤمر واحنا ننفذ. بعد كده بتدخله معاها جوه البيت عشان تعرفه طبيعه الوظيفه والشغل اللي هيعمله، وكانت عاوزه تعرف خبراته والامكانيات الموجوده عنده. وقتها جاسون بيعرفها على نفسه، ولما شافته امور كده وافقت انها تشغله وقالت له على مكان اول عميل هيشتغل عندها. ولما خلصوا كلام عن الشغل كاترين بتعزمه انه يسهر ويشرب معاها. وقتها جاسون بيرفض وما كانش عاوز يشرب. راحت قالت له انت باين عليك لسه صغير وخايف من مامتك، وقالت له كده هزعل منك. وعشان كده جاسون بيغير كلامه ويقرر انه يشرب معاها، واتكلموا مع بعض عن علاقتهم وحياتهم الخاصه. واحده واحده بدات كارتون تقرب منه، وجاسون لما سكر ما كانش داري بنفسه لحد ما دخلوا مع بعض في علاقه، وكارتون كانت سعيده جدا. بعد كده بيرجع البيت ويعرف امه واخته ان قبل الشغل عند كاترين، وقال لهم من هنا ورايح انا راجل البيت واي حاجه انت عاوزينها اطلبوها مني. ساعتها نيكول مامته كانت فرحانه بيه جدا وقالت له انا فخوره بيك، وكمان قالت له والله كبرت يا واد وبقيت راجل.